السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. زلزال الحوز، نترحم على شهداء هذا الزلزال، نحسبهم عند الله والله حسيبهم شهداء. والجرحى نتمنى من الله سبحانه وتعالى عجل بشفائهم ويرزقهم الصبر، والأهل ديال الموتى والأهل ديال الجرحى نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقهم الصبر والإخلاص ويوقفوا مع هاد الجرحى تيبراو. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقهم الإخلاص وقبول العمل. وهاد المناطق سبحان الله العظيم معروفة بالصبر، معروفة بالأخلاق الحسنة، وعندهم طيبوبة ديال الإسلام السمح، طيبوبة ديال الأخلاق هما سبحان الله العظيم كيتمشاو بالأخلاق والكرم اللي جات فهم نقولها على دوك الناس ديال الجبال، لا في الجبال الجنوبية ولا الجبال ديال الشمال جهة الرياف، عندهم سبحان الله العظيم أخلاق عظيمة. والله سبحانه وتعالى يشهد على ما أقول. أنا زرت دوك المناطق ماشي مرة ماشي جوج، وبالخصوص مناطق الجبال. سبحان الله العظيم راه الطيبوبة كاينة، الأخلاق كاينة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هذه المحنة وهي راه في الحقيقة راه منحة، أن الله سبحانه وتعالى عرفهم العالم، لأنه كانوا شي دواوير ما كيعرفهمش المغرب وما كيعرفهمش حتى العالم. والله سبحانه وتعالى ما نقولوش، حيت كاين اللي كيقول بأن هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى. انا ما ندخلوش لهاد الخصوصية، ماشي خصوصيات ديالي، ما يمكنش انني نظن بالله سبحانه وتعالى ونتكلم بلسان الله سبحانه وتعالى، لا ما يمكنش. ولو نكون ما عرفتش فين واصل في العلم، ما نقدش نقول ها الله سبحانه وتعالى عاقب هاد الناس او ما عاقبهمش. اللي نقدر كنتبشر انا كنستبشر بهذا الزلزال خير من هنا لقدام. كاين محن، كاين موتى، ما كناش باغيين الزلزال، كان ضحايا، كاين خسائر مادية وبشرية، ولكن الحمد لله على قضاء الله ولطف من الله سبحانه وتعالى أن جاب هاد، واخا أنه قوي، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف مع ذلك. أن الله سبحانه وتعالى والله العظيم كيلطف بهاد الأمة هذه المغربية، كيلطف بها. كتجي المحنة ولكن الله سبحانه وتعالى في نفس المحنة كيعطي منحة وكيلطف بهاد الأمة المغربية، لأن أمة أولياء، أمة شهداء، أمة صالحين، وأمة سلالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد، في هذه الأمة. وعلى رأسهم محمد السادس ملك المغرب، أطال الله في عمره وشافاه وزاد في العمل الخيري الذي يقوم به، وتقبل الله منا ومنه سائر الأعمال. سبحان الله العظيم كيف قلت، ما يمكن لنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى بغى بهاد الناس خير ديال الحوز وبينوا من العالم، لأن كيف أمر محمد السادس غتكون واحد التنمية شاملة لديك المناطق، وغيستافدوا إن شاء الله بدون شك وتأكيد أنهم غيستافدوا، غتكون حياتهم الأحسن إن شاء الله. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنهم يصبروا ويحتسبوا عند الله، ويوقفوا مع الناس اللي بقات حية وتصابت نفسانيا، يوقفوا معهم. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يجازي المغاربة كاملين بهذا الكرم فوق مسيرات. اللي كانت شي كلمة فوق مسيرات، راه هبت هاد الأمة المغربية لمساعدة هذوك الناس. تحاول سبحان الله العظيم، شوف جات من العيد الكبير، راه تخيل سبحان الله العظيم من العيد الكبير، الناس مع الغلاء مع قلة المداخيل، وكان العيد الكبير الناس تمحنت وشرات العيد الكبير، خرجت من العيد الكبير كاينة عطلة صيفية، ضروري الناس تخرج تفوج واحد شوية وتبدل، تجدد في الحقيقة، تجدد الإيمان وتجدد الحيوية ديال الجسم. ومن وراء العطلة جات المدرسة فيها مصاريف، اللي عنده بزاف الوليدات كاين مصاريف كتيرة، وسبحان الله العظيم وباقي الغلاء، وتجي هاد المناسبة ديال الزلزال والناس تخرج. وراه هذه هي اللي يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. يجبد مع الظروف اللي قلت لك، ويجبد من جيبه ويعطي لهذوك الناس، وما يفكرش، ما كيفكرش لا حقه ما حقه وخاصني صافي. سبحان الله العظيم شي واحد كيهزو يقول لي شوف سير عاون دوك الناس ربي غيعاونك، بدون شك بأن المغاربة متأكدين وعندهم يقين بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليهم وغينوضوا من هذه الأزمة هذه أقوى، كيف نضنا من جميع الأزمات اللي فاتت في الدولة الشريفة. دازوا من هاد
الأزمات ودازوا إن شاء الله أقوياء. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذه الأزمة غدوز إن شاء الله، وغيرجع المغرب أقوى وأقوى. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه اللي حسن راه حسن لنفسه، واللي أساء راه أساء لنفسه. راه الله سبحانه وتعالى كيوصي بالخير وبالتثبت، وما يبقاش بنادم اللي جات فمو يقولها قول الخير ولا اسكت. ما نبقاش بنادم يتاجر. وأقسم بالله لا أخلص النية وأجدد النية أمام الملأ بأنني لا أبتغي شيئا من هاد الفيديوهات اللي كنشر. أبتغي أن الإصلاح ما استطعت وبالتي هي أحسن، ولا أريد شيئا آخر. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن كلامي يكون مقبول وكلامي يوصل لأغلبية الناس. وإحنا باغينا نوعيو الناس، باغي الناس توعى وتخلق بأخلاق حسنة. وهاد الظروف هادي إن شاء الله غتحيد، وغيكون المغرب أقوى، وغتكون تنمية في هاد الأقاليم الجنوبية بالخصوص جهة الحوز، جهة الجبال. وإن شاء الله سبحان الله العظيم كيقول واحد المثل: هادوك الناس كانوا منسيين، والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه هاد الزلزال جاب هاد الوقيته غيتعرفوا وغيتصلح حالهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونتمنى الله سبحانه وتعالى يجازي خير الجزاء كل من ساهم في هذه المحنة وكل من وقف معنا. وواحد الإشارة خفيفة أن الناس كيبقاو يلوموا في المغرب علاش ما بغيتوش المساعدات، علاش ما بغيتوش. ما بغينا المساعدات، بغينا من 4 دول دخلوا. وأنا فين كتبين السيادة ديال المغرب راه عنده سيادة، لا في الأقوال، لا في الأفعال، لا في التحكم، لا في القرارات، لا اللي يدخل ولا اللي يخرج. المغرب كبير. المغرب سبحان الله العظيم قوي، عنده شخصية، عنده كرامة. معتز المطر ما تبقاش داوي بزاف. كنت تنطولك، ولكن باش تقول في هاد المناسبة تبقى كيف كنقولو حنا المغاربة تبقى تحك على نفس البلاصة. لا المغرب خاصك المساعدات، علاش الجزائر من الجزائر؟ ما هادشي ما شغلكش، هادشي ديال المغرب. حنا بغينا ما بغيناش قول. الناس قاعدين مشغولهم، الله يسهل عليهم، الله يكمل عليهم، يكمل عليهم بخير. بغاو من هاد الناس الدول الربعة يدخلوا راهم ما دخلوا. حنا ما رافضينش كلشي. كيف قلنا السياسة ديالنا راه اللي بغينا غيدخل، وفي الوقيته اللي بغينا حنا يدخل. مغاربة بزاف عليكم، بزاف شي مغاربة سبحان الله العظيم. واش غنقولوا؟ كلام كثير. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان كلامنا يكون خفيف ظريف، ويكون منطقي، ويكون مقبول، ويكون يلقى واحد القول برحبة. وندم الله يغفر لنا ويبدل ما أحسن هاد الأوقات العصيبة اللي دايزة على المغرب. والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.